تخيل ان اكتر حاجه ممكن تخليك يو اكس ديزاينر محترف هي انك تكون فاهم يعني ايه امباثي او تعاطف، او انك تحس فعلا بمشاكل الناس اللي انت بتصمم عشانها. ده موضوع الحلقه بتاعت النهارده بعد الفاصل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم. انا اسمي احمد رمزي، بشتغل برودكت ديزاينر ودي قناتي على اليوتيوب، والحمد لله رجعنا نسجل فيديوهات تاني على القناه بعد غياب فتره كبيره جدا، فنقول الحمد لله على السلامه ونرجع تاني بالحلقه بتاعت النهارده. احب افكرك في البدايه لو انت جديد معايا ان القناه دي محتواها بيركز على البرودكت ديزاين واليو اكس ديزاين. لو انت مهتم بالموضوعات دي يا ريت تشترك في القناه وتدعمني بلايك على الفيديو ده، وما تنساش تفعل زرار التنبيهات عشان يوصلك اخر فيديوهات. في الحقيقه انا اول فيديو نزلته اتكلمت يعني بشكل مجمل كده عن التفكير التصميمي او الديزاين ثينكينج. لو ما اتفرجتش على الفيديو هسيبه لك في الاي اللي فوق هنا. وكنا اتكلمنا برضو على ان التعاطف او الامباثي مهم جدا في الديزاين ثينكينج بروسيس، وبيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نفهم مشاكل اليوزرز اللي احنا بنصمم عشانهم. اول حاجه خلونا نفهم الاول يعني ايه تعاطف او امباثي، او فكره التعاطف او مصطلح التعاطف ده جه منين اصلا. والحقيقه قبل ما اعرف فكره التعاطف لازم كده افرق ما بين التعاطف والشفقه. تخيل معايا كده ان انت عندك صديق بيمر بمشكله عائليه، لو حسيت بالشفقه تجاه الشخص ده ممكن ان انت تحاول ان انت تكلمه او توجه له بعض العبارات اللي فيها شفقه او فيها نوع من انواع الحزن او الاسى تجاه الموقف اللي هو بيمر بيه. يعني امثله مثلا زي فتره وهتعدي على خير، معلش انت كويس، الحاجات دي كلها. على الجانب الاخر لو حاولت ان انت تتعاطف مع الشخص ده، تحط نفسك مكانه وهتحس بمشاعره بالظبط اللي هو حاسس بيها في الموقف اللي هو بيمر بيه. وساعتها مش هتكتفي بس ان انت تقول له معلش او تحاول ان انت تواسيه في الموقف اللي هو بيمر بيه، لا، انت هتحاول ان انت تفهم المشكله بشكل اعمق، وتحاول كمان ان انت تقدم له حلول ان هي تساعده ان هي تحل المشكله اللي عنده دي. فلما نيجي نفرق الشفقه بالتعاطف، بكل بساطه التعاطف بيهدف الى ان انا افهم المشكله من جذرها، افهم بالظبط ايه اصل المشكله عشان اقدر ان انا اجد حلول ممكنه للمشكله اللي انا فهمتها دي. طيب عايزين نحط بقى فكره التعاطف دي في الكونتكست بتاع اليو اكس ديزاين. ازاي ان احنا بنقدر نعمل عمليه التعاطف. فالتعاطف مش معناه ان احنا جايين يعني نطبطب على اليوزر كده ونقول له معلش احنا عارفين ان انت عندك مشاكل، لا، احنا جايين فعلا نحس بالمشاكل دي، نستكشف المشاكل دي كلها من الالف للياء عشان نقدر ان احنا نحللها ونلاقي ليها حلول تقدر ان هي تساعد المستخدم ده ان تكون تجربه الاستخدام بتاعته افضل واحسن. ولعل اكتر الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نفرد كده مشاعر اليوزرز دول والاحاسيس بتاعتهم اللي بيمروا بيها خلال اكسبيرينس معينه هي الامباثي ماب. الامباثي ماب هي اشبه بخريطه بتوضح قدامنا اليوزر بيمر بايه في جيرني معينه او في رحله معينه او اكسبيرينس معينه from A to Z. عايزين نعرف البني ادم ده بيحس بايه، ايه الحاجات اللي هو عايز يقولها، ايه الحاجات العقبات اللي ممكن تكون واقفه قدامه في التجربه دي او في الاكسبيرينس دي. الامباثي ماب بكل بساطه بتوضح قدامنا 4 حاجات. اول حاجه اليوزر بيفكر في ايه، تاني حاجه اليوزر بيقول ايه، تالت حاجه اليوزر بيعمل ايه، ورابع حاجه واخر حاجه هي اليوزر حاسس بايه. زي ما احنا شايفين كده في الامباثي ماب اللي قدامنا ان احنا بنحط اليوزر في النص في مكان تلاقي ال4 مربعات دي، بحيث ان هو يكون محور الاساس في العمليه اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي هي الامباثي مابينج، او عمليه ان احنا بنفهم مشاعر اليوزر والاكسبريشنز اللي مسيطره عليه. طيب انتوا عارفيني طبعا انا بحب ان انا دايما ادي امثله كتير لما احب اشرح فكره معينه او حاجه معينه. فخلونا نتخيل كده ان احنا عندنا موبايل ابلكيشن، وليكن مثلا ان هو ابلكيشن طلبات اكل، وعندنا برضو يوزر خلينا نقول ان هو اسمه احمد بيستخدم الابلكيشن ده، واحنا جبنا احمد عملنا معاه يوزر انترفيو عشان حابين نسمع منه الفيدباك بتاعه والحاجات اللي هو حاسس بيها اثناء التجربه دي، لعل ان احنا نقدر نحسن منها. خلاص احنا دعينا احمد جه وقعد قدامنا، وخلاص هنعمل معاه يوزر انترفيو عشان نفهم منه المشاكل اللي عنده. وخلونا كمان نفترض ان الانترفيو خلص وان احنا اخذنا نوتس او مذكرات او ملاحظات اثناء الانترفيو، فحابين ان احنا نعرف ازاي نقدر ندون الملاحظات اللي احنا خدناها في اليوزر انترفيو ده على الامباثي ماب اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. طيب لما نيجي نبص على الامباثي ماب اللي قدامنا دلوقتي هنلاقي ان اول مربع فوق عندنا على الشمال، وده بيشمل اللي اليوزر بيقوله خلال التجربه. هنا ممكن نستخدم اقتباسات مباشره من اليوزر، مثلا
ممكن يقول احمد اللي هو اليوزر بتاعنا حاجه زي والله بتمنى ان تطبيقات توصيل للاكل تكون تقدم لنا تقديرات زمنيه اكثر دقه مثلا. لازم نكتب الاقتباس ده مباشره من احمد في مربع اللي هو فوق على الشمال زي ما قلت، اللي هو سيز او بيقول من الامباثي ماب بتاعتنا، او يعني اليوزر بيقول ايه في الجزئيه دي. اما بالنسبه للمربع السفلي اللي عندنا على الشمال من تحت، وده خاص باليوزر بيعمل ايه او الانتر اكشنز بتاعته، لازم نلاحظ ونسجل كل حاجه اليوزر بيعملها على الابلكيشن من اول ما بنبدا السيشن لحد ما بتخلص. يعني مثلا لما اليوزر يحب يوصل لصفحه معينه او يقوم بتاسك معينه، لازم نكون عارفين ايه هو الحاجات اللي هو بيعملها، البوتنز اللي هو بيكليك عليها، كم مره بيعمل باك، هل بيعمل ريفرش للصفحه مثلا لو احتاج ولا لا. كل الانتر اكشنز بتاعته لازم اكون انا كديزاينر اوير بيها، ولازم ابقى عارف البوينتس اوف ستراجل، او يعني اليوزر ده بيستراجل فين او بيعاني فين او عنده مشكله في التعامل مع بعض اليو اي اليمنتس اللي عندي في الديزاين ولا لا، او لازم اخد ملاحظات بكل الحاجات دي. هننتقل بعد كده للمربع الثالث اللي هو من فوق على اليمين، وده بيكون الخاص باليوزر بيفكر في ايه دلوقتي. وهنا مش بالضروره يكون عندي حاجه اليوزر بيتكلم او بيقولها بشكل فيربال، لا انا بستنبط الحاجات اللي هو بيفكر فيها من خلال مثلا حاجه زي تعبيرات الوجه. يعني على سبيل المثال ممكن تلاقي بعض المستخدمين بيقرب الموبايل او بيقرب الشاشه من وشه، او هو شخصيا بيقرب ناحيه الشاشه لو هي مثلا حاجه زي لابتوب مثلا، فتبتدي تستنتج من حاجه زي كده ان انت عندك مشكله مثلا في الفونت سايز، او عندك مشكله في الكونتراست، او عندك ريدابيليتي ايشو. ممكن نلاحظ مثلا من الفيشال اكسبريشنز برضو بعض التجاعيد اللي بتظهر عند الناس، زي مثلا ممكن يعمل كده او تظهر عنده تجاعيد في الجزء اللي فوق ده، معناه ان هو فرستريتد من حاجه او ان هو متضايق من حاجه. يعني الفيشال اكسبريشنز عامه مهمه جدا في المرحله دي، ان انا اعرف او ان انا استنبط اليوزر بيفكر في ايه في الوقت الحالي. واخر مربع عندنا وهو المربع اللي عندنا على اليمين من تحت، وده الخاص باليوزر حاسس بايه دلوقتي، او اللي هو فيلز. بصراحه الجزء بتاع الفيلينج او اليوزر حاسس بايه دلوقتي ليه اكتر من طريقه، لعل اشهر طريقه هي الاوبن اندد كويشنز، ان انا اسال اسئله مفتوحه عشان اقدر ان انا اخلي اليوزر ده يتكلم، ان انا اقدر اعرف احساس اليوزر ده في مناطق معينه في السولوشن بتاعي او الديزاين بتاعي، الاماكن اللي هو مثلا بيستراجل فيها، الاماكن اللي هو بيكون فرستريتد او منزعج فيها، وبالتالي اقدر اعرف هو حاسس بايه. طيب بعد ما عرفنا الامباثي ماب بتتكون من ايه وبتتعمل ازاي، عايزين نعرف ايه فايده الامباثي ماب. الامباثي ماب بكل بساطه بتساعدنا ان احنا نفهم اليوزر بشكل اعمق، وده طبعا من خلال الاربع حاجات اللي احنا حددناهم: اليوزر بيقول ايه، بيعمل ايه، بيفكر في ايه، وحاسس بايه. لما ندمج الاربع حاجات دول على بعضهم بنقدر نعرف ايه هي المشاكل اللي اليوزر بيمر بيها في تجربه معينه او في اكسبيرينس معينه. زي طبعا ما شرحنا في الحلقه اللي فاتت ان اهم شيء في الديزاين ثينكينج بروسيس هو ان انا افهم اصلا مشكله اليوزر، او افهم مشاكل اليوزر اللي هو بيمر بيها، عشان اقدر ان انا لما اطلع حلول potential solutions اللي اتكلمنا عنها قبل كده، تكون فعلا السولوشنز دي based على evidence، based على real problems او real struggles او pain points. وده موضوع الحلقه اللي جايه اللي انا هقدر ابني الحلول بتاعتي عليها، وبالتالي اكون حليت فعلا مشكله بتقابل المستخدم بتاعي. وبالتالي الحلول اللي انا بقدمها هتكون مبنيه على evidence او مبنيه على data انا قدرت اطلع بيها من الريسيرش بتاعي، وليست مبنيه على مجرد assumptions او افتراضات. دلوقتي احنا اتكلمنا على جزء مهم جدا في اليوزر ريسيرش بتاعنا وهو الامباثي ماب. عرفنا الامباثي ماب بتتعمل ازاي او بتتكون من ايه، وعرفنا كمان اهميتها في اليوزر ريسيرش بتاعنا، واللي هينقلنا لمرحله ثانيه ان شاء الله، وهي مرحله استخراج او معرفه البين بوينتس او نقاط الالام زي ما بنقولها بالعربي مثلا في اليوزر ريسيرش، واللي على اساسها هنبتدي ان احنا نخوض بقى في جميع مراحل اليوزر ريسيرش الموجوده في الديزاين ثينكينج بروسيس. دي كانت الحلقه الثانيه ببساطه من سلسله حلقات الديزاين ثينكينج بروسيس. وزي ما قلت في الحلقه اللي جايه ان شاء الله اللي هي رقم 3 في السلسله دي، هنحاول ان احنا نفوكس اكتر على البين بوينتس، ازاي نقدر نطلع البين بوينتس وازاي ان احنا نقدر نلخصها عشان نقدر نستعملها بعد كده في الديزاين ثينكينج بروسيس. ده كان كل حاجه في الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتدعمني باشتراك في القناه، ولو عندك اي سؤال او اي استفسار او حتى اي مقترح للحلقات اللي جايه اللي ممكن تنزل على القناه، يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات او في تعليقات الحاجه اللي انت نفسك ان انت تشوفها على محتوى القناه ان شاء الله. شكرا لكم جدا على مشاهده الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. سلام.